تتابعوني وتتابعوا غيري، فلازم تعرفوا المجتمع حق السوشيال ميديا، لازم تعرفوا هذا المجتمع كيف بيمشي، لازم تعرفوا الناس اللي ممكن احنا بنحط لهم لايكات، انه انت وانت بتحط له لايك انت احسن منه واكرم منه واطهر منه وقلبك انظف منه وعند الله ان شاء الله اقرب. هذه السنة انا صراحة كنت منسحب من بطولة المشاهير. يعني لما كلمني استاذ فيصل والمنظمين، السلام عليكم. عليكم السلام، شارك. قلت انا ما ابغى اشارك، انا اخذت النسخة الاولى وحتفضل في تاريخي غصبا عن اللي ما يرضى انه النسخة الاولى في بطولة المشاهير لكرة القدم اخذها علاء عنبر غصبا عن الكل وبرجالة في الملعب، غصبا عن الكل وبرجالة في الملعب. ممكن انت تقدر تتفوق علي بعدد متابعين، بمنشن، تطلع اهلك، تطلع حرمتك، الناس يتابعوك، تكون متفوق علي في عدد المتابعين، لكن في الميدان علاء عنبر يدق خشمك. واثبتت العام الماضي للجميع انه في الميدان لما ننزل بالرجاله علاء عنبر يدقك في مخابز، في مطاعم، في كوره، يدقك. اي شيء يحتاج مجهود بدني ولياقي وعقلي مخ، علاء عنبر يدقك لو عندك 20 مليون سبسكرايب. السنة الماضية أخذتها من قدامكم طرق وشيلت أقل واحد 6 أهداف، أقل واحد شال 6 أهداف. أوكي يكفيني شرف غير إني أنا رفعت الذهب للنسخة الأولى. لما تم تقديمي لاستلام جائزة المركز الأول، إنه المسؤولين في جامعة الملك عبد العزيز لما جاء اسمي تكريم الفريق الأول ما ذكروا الفريق، مع إنه الفريق مجهوداتهم تذكر فتشكر. قالوا أما الآن فمع الوحش المقاتل اللي قدم لجامعة الملك عبد العزيز أفضل المواهب السعودية في كرة القدم. وأنا رجال مو مرة لي في الكورة، ولكن الشغل شغل. قدمت أفضل مواهب لجامعة الملك عبد العزيز في هذيك الفترة. ولما ناداني المسؤول في الجامعة قال أما الآن مع الوحش، والتسجيل موجود في اليوتيوب. هذه البطولة فقط تكريما للشباب المنظمين وتكريما على رأسهم فيصل الغامدي. أنا شاركت فيها وأنا كنت أبغى أنسحب من أول البطولة، لأنه كنت عارف أنه هذه البطولة فيها نفس، فيها عين الناس، وعارف أنه فيها أنها حتكون فيها مساومات وفيها وساخة، وأنا دائما أترك القاع للقاع. والله لو تعلمون ما تم علي من قطات، في ناس قطت من تحالفات، حطوا فلوس أقطعوا عليه الطريق، حطوا فلوس أقطعوا عليه الطريق، داووه بالتي كانت هي الداء، داووه، أعطوه. كل ما علاء أو فريق علاء يحاول يوصل لاتفاقيات في الملعب يتم يعني خذل هذه الاتفاقيات بخشم الريال. في ناس أوقات ترى ما تعبت في فلوسها، في ناس ما تعبت في فلوسها، ولكن اليوم أنا في سنابي هذا أوصل لكم فكرة، تتفق، تدفع، والحمد لله يكفيني شرف. حتى لو اليوم أنا ممكن أنهزم، خرجتك من البطولة، كععتك اللي فوقك واللي تحتك، وخسرتك وخليتك تحط فلوس ما الله بها عليم. يمكن ما أنت شقيان، أنت ما أنت تعبان في هذه الفلوس، ولكن شوف يكفيني شرف. يمكن أنا اليوم أعرف حجم نفسي، ولكن لما أعرف إنه في رجاجيل تبى تستقعد لي، أعرف إني أنا أكبر منهم وإني أنا فوقهم وإنه حجمي كبير. فاليوم يكفيني إني أنا بطل النسخة الأولى شئت أم أبيت. يكفيني إنه رجالي الفريق اللي معاي اليوم اللي حاولت أطعمه بمواهب وينقطع علي الطريق، ويتم التحالفات والقطع، تقطع عليه الطريق وتقطع على ذا الطريق وتقطع، ما في مشكلة. فيكفيني شرف إني فزت بالنسخة الأولى، ويكفيني شرف إني خسرتك، خليتك تدفع فلوس وتكع اللي فوقك واللي تحتك. فاليوم إن خرجت بهزيمة فيكفيني شرف خسارتك المالية، وإن خرجت بفوز فيكفيني إني أنا أدبل عليك الألم ألمين. وصدقني اليوم علاء ورجاله حيقابلوا بوجههم، ما حيقابلوا بظهرهم في الملعب. بإذن الله أنا متأكد وعلى يقين إنه بعد الله أنا عندي 6 رجال في الملعب حتاكل بيدها.
يزيدوا الجرح جرحين.